اهلا بيكم فيديو جديد حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى قبل ما ندخل كده على فيديو المشتريات حبيت اوريكم كوكتيل كده من الحلويات نظبط بيه مزاجنا مع فنجان قهوة. اول حاجة انا نزلت جبت شوية مشتريات كده كانوا ناقصين البيت، وعايزة اقول لكم بقى شوية معلومات وحاجات كده عن المشتريات دي وهتنفعكم في ايه وهتفيدكم في ايه. طبعا اي بيت فيه اللهم بارك اولاد لازم يكون البيت ده فيه اكل، ده نمرة واحد كده. في اكل وفي قراقيش وفي فشار وفي اللي هو الفنكوش بيقولوا عليه فنكوش وفي الحاجات دي كلها. فلازم اول حاجة افكر فيها ان انا جبت الفطيرة دي للي يجوع يعمل ايه، يعمل له ساندوتش بجبنة، وجبت الباتون ساليه يقرقروا فيه كده، وجبت البقسماط بالسمسم دي مع الجبنة بتبقى حلوة قوي برضو. تمام تمام. دي بقى للسناكس، لفطار، لعشاء، على ما تطبخي، دي لازم تبقى موجودة في البيت يا حبيبة قلبي. بعد كده جبت نصين بانيه، قلت برضو علشان لو اتبلهم واعملهم ان شاء الله مع رز بسمتي مع مكرونة كده يعني. تمام. فجبت الطبق او النص كيلو ب115، وجبت نص مفروم هعمل بيه كذا حاجة، هعمل بيه مكرونة بشاميل، هعمل بيه وصفة كمان مكرونة باللحمة المفرومة وهكذا. جبت بقى جبنة موتزاريلا ميكس الحمد، دي ما بستغناش عنها ابدا في البيت، وبستخدمها مع المكرونة البشاميل ومع العصاج. جبت فشار، جبت نص فشار، وجبت نص عدس بجبة، وجبت نص من الفنكوش ده بيتعمل كده في معلقة زيت بينفش ويبقى شكله حلو قوي. طبعا الفشار والفنكوش دي لزوم التسالي بتاعتي الايه حبايبي الصغيرين والكبار برضو والله. طيب العدس بجبة والكلام ده جايباه ليه؟ جايباه عشان هعمل يوم كشري مصري. طيب المكرونة بقى القلم جبت نصين علشان ابقى اعمل مكرونة بالبشاميل. العصاج ده وكيس الموتزاريلا ممكن اعمل بيهم مرتين، او اعمل بيهم مرة ومرة تانية اعمل جلاش مثلا، اعمل طاجن، اعمل اي حاجة هنشوف مع بعض. تمام تمام. جبت بقى مكرونة اللي هي الهلالية والسباكيتي علشان ابقى اعملها مع الايه العدس بجبة، وجبت نص وجبت نص. طبعا المكرونات دي النص ب15، اللي هي الموتزاريلا ب65، المفروم النص ده ب145، او دول ب145. اللي هي طبعا عايزه بقى اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا يا جماعه لما بجيب الفول المدمس، جبت لابني ساندوتش فول مدمس من بره، وساندوتش بطاطس، وساندوتش طعميه، عايزه اقول لكم انه دخل المستشفى. اه والله، وجاله تلبك معوي. ومن يوميها وانا خدت قرار، ابني ده 7 سنين، انا خدت قرار ان انا اعمل الفول المدمس في البيت، نص كيلو بنص كيلو كده. مش بس كده، والطعمية كمان. فجبت نص كيلو فول للتدميس، وجبت نص كيلو فول اللي هو في ايدي ده اسمه فول مدشوش، اللي هو المقشر ده ومقسوم نصين، ده بنعمل بيه الطعمية. تمام. وهعمل لكم فيديو بالكلام ده كله، بالفول المدمس وبالطعميه وبالحاجات دي كلها، عشان يبقى عندي فطاري في قلب البيت، بحب ما اجيبش من بره يخلص ادمس غيره وهكذا. يبقى انا كده غطيت الفطار والعشاء. عندي بقى جبت كمان نص رز بسمتي، الكيلو بجيبه ب80 بس تحفه، جبت النص ب40 جنيه. تمام. بعمل يوم كده رز بسمتي مع اجنحه، بعمل يعني زي كبسه كده مع دبابيس وهكذا. جبت كمان رز ابيض مصري. الرز المصري انا بجيبه انصاص، جبت 4 تنصاص. طب ليه المرة دي؟ علشان النص على قد الطبخة، وانا نويت ان انا اظبط الطبخة بتاعتي، يعني ما بقيش رز، لا يبقى رز يتبقى ورز يكفيني طول اليوم. فلقيت المقنن بتاعي هو النص كيلو، فجبت 2 كيلو 4 اكياس. الكيلو بكام؟ الكيلو ب30. بصراحة ما لقيتش ارخص من كده، هو في ارخص من كده، بس حبيت الرز دي حلوة وعجبتني، وعشان جبت من بقال جنبي وفي طريقي، ف يعني ما روحتش السوق ولا حاجة، فخلاص انا ارتضيت ده.
وانا عند الراجل اللي هو بتاع اسمها ايه، قولوا معايا العطاره، قلت اجيب البهارات اللي ناقصاني. ناقصني شطه عشان لو عملت كشري مصري، جبت ب20 جنيه، وجبت ب20 خلطه كبسه، وجبت ب20 كمون، و20 فلفل اسود، وعندي الكزبره، وعندي باقي بهارات تانية موجوده. تمام. بجيب ب20 و20 و20 كده يخلصوا، اجيب ب20 تاني و20 و20، ما بحبش اكتر يا جماعه. تمام. تمام. بعد ما رحت العطاره وجبت المكرونات وجبت الرز وجبت الفشار وجبت الفنكوش وجبت الحاجات دي كلها، والعدس بجبه، وجبت الحاجات دي كلها، والفول المدشوش، رحت عديت على واحده بتاعه خضار في طريقي، جبت منها بصل، وجبت منها بدنجان، وجبت فلفل، وكنت امبارح وجبت الصلصه دي، عبوه الصلصه دي انا بستغناش عنها في المكرونه، بفضل اعمل المكرونه بصلصه، وصلصه بيست دي يا جماعه زي المعموله في البيت بالظبط. بعملها لان بيبقى فيها مواد حافظه شويه، فما بتبص بسرعه المكرونه، وخصوصا ان الصيف طالع وكده. تمام. وولادي بيحبوها بالصلصه. جبت بصل، وجايبه امبارح طماطم، وجايبه خيار، وجايبه بطاطس، بس طبعا انا استخدمتهم فما وريتهم لكوش في المشتريات دي. وانا عند العطاره لقيت عندهم البخور ده ب10 جنيه، جبته بيطلع واحد كده واولعه، هوريهولكم في فيديو من الفيديوهات، واثبته في نفس ذات العلبه، هتشوفوا ازاي. جبت كمان الاوكسي الجميل ده عشان المواعين، وجبت كيلو لبن، لان احنا يعني ايه بحتاجه، نعمل شاي بلبن، نعمل قهوه بلبن، ما بنستغناش عنه. كده الحمد لله انا كفيت بيتي ووفيت. المشتريات اللي عند العطاره 400 جنيه، المشتريات اللي هي عند اللحوم 400 جنيه، المشتريات اللي هي عند الخضار 400، لا المشتريات اللي عند الخضار حوالي 100 جنيه. فكده انا جبت ايه يا جماعه، صرفت حوالي 900 جنيه، وجبت اكل فطار غدا عشاء، ويكفيني كذا يوم. عايزه اقول لكم يا جماعه، عندي كمان شعريه، وعندي لوبيا، وعندي خير ربنا موجود. فالحاجات دي لما تكون موجوده في البيت، انت هتغطي مثلا اسبوع ومش هتفكري، واكتر كمان، وهتبقي مستريحه. وخصوصا لو انت امراه عامله، انت بره في البيت بياكلوا بقسماط، بياكلوا باتون ساليه، بياكلوا جبنه وفطير، او بيعملوا شويه فشار، بيعملوا حاجه، فانت قاعده بالك مستريح ان مفيش حد جعان، مفيش حد ناقصه حاجه. بتستفي امورك، بتبقى عارفه النهارده هعمل كشري مصري، بكره هعمل بانيه، نص بانيه، بعده هعمل مكرونه بشاميل، بعده هعمل نص البانيه التاني، او هعمل مثلا كشري اصفر، بعد كده بطاطس محمره وشويه رز بشعريه، وهكذا. اعمل مسقعه واحط عليها شويه لحم مفرومه، هتبقى جميله جدا جدا برضو. فبتنوعي في اكلك، وبتفكري في ظل الغلا ده. فطبعا وعايزه اقول لكم كمان ان انا امبارح جبت بيض، نسيت اقول لكم. طبعا البيض بدأ ينزل سعره خالص يا جماعه، البيض وصل في بعض الاماكن ل110، وده انجاز لان احنا كنا بنجيبه في رمضان ب170 و180. فطبعا الحمد لله ان ربنا بدأ يفكها شويه علينا. بحبكم جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك.